مع بداية كل سنة جديدة بتنتشر بشكل واسع توقعات الأبراج، وفيه اهتمام كبير من شريحة من الناس بالموضوع ده. كل واحد بيشوف برجه مخبيله ايه في السنة الجديدة. فهل التوقعات دي فعلا مبنية على أساس علمي، وإن اللي بيطلعوا في التلفزيون دول علماء فلك أو خبراء في الأبراج؟ هل ده علم؟ هصدمك وأقولك إن كل ده كفر وشرك بالله صريح. مبدئيا كده لازم تعرف ان في فرق بين علم الفلك استرونومي وبين التنجيم استرولوجي. كانوا في العصور القديمة الاتنين علم واحد، لكن في القرن ال18 انفصلوا وبقى علم الفلك هو المعترف بيه، وده علم الفضاء اللي بيدرس الأجرام السماوية وحركاتها، وهو علم قائم على الرصد والتجربة. أما التنجيم لو بحثت عنه هتلاقيه أحد العلوم الزائفة، وهو التنبؤ بالأحداث قبل وقوعها ومعرفة المستقبل من خلال مواقع النجوم والكواكب وحركة الشمس والقمر. فالتنجيم مشتق من كلمتين باليونانية القديمة، أسترو بمعنى النجم، وكلمة لوجي بمعنى علم، فبقى اسمه علم التنجيم. فالتنجيم هو محاولة تفسير تأثير الأجرام دي على حياة الإنسان وشخصيته، وده بيعتمد على تخمينات وتوقعات ملهاش أي إثبات علمي. ولأن غريزة الإنسان الفضول والخوف من المستقبل، فدايما بيدور على أي أشياء يتعلق بيها، حاجة تديله أمل في بكرة، فبيدور على حظ البرج بتاعه في السنة الجديدة. والمنجمين للأسف عارفين كده. فقبل ما تشوف الطالع اعرف خطورة ده ايه، وازاي رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حذرنا منه. ففي صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهن أو عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. طب ده في مجرد بس المجيء بيه، فما بالك لو صدقوا هيكون وعيده أشد من ده كمان. وقد روى أهل السنن الأربعة: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وده لأن ما أنزل على محمد قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، صدق الله العظيم. فأساس عقيدتك كمسلم إن الغيب لا يعلمه إلا الله. فإزاي أصلا تسمع العراف يقولك علم الغيب؟ إنسان زيه زيك بالظبط، ده ربنا ما اداش علمه لحد ولا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم. فإزاي أصلا تسمعه حتى لو بدافع الفضول أو التسلية؟ فالعرافين بيلعبوا على الحالة النفسية للناس. يعني حد عايز يتجوز هيلاقي امتى شريك حياته، مشروعه هينجح ولا هيفشل، جالك سفرية تسافر ولا الطيارة هتقع. فالعرافين بيستغلوا ضعف شخصية المستمع لدرجة يخلوه يصدق كلامهم في أحداثهم اليومية اللي بتحصل. بينقوا جمل معينة كده يقولوها لك عشان يخلوك تصدق كلامهم، لدرجة انك هتحس ان صفات البرج ماشية فعلا مع شخصيتك. دايما هتلاقي الوصف لايق جدا عليك، وصف عام فضفاض. يقولولك مثلا: انت شخص عقلاني لكن مندفع احيانا، انت محتاج الحب والتقدير في حياتك، انت شخص مستقل وما بتحبش النقد، انت شخص عايز تحقق طموحات كتير. يا سلام، يعني اي كلام ينطبق على اي حد. ودي خبيرة أبراج كويتية كانت مهتمة بالتنجيم والأبراج. شوفوا رأيها إيه. الإجابة راح تفاجئكم. لو تمسكون كل برج وكل صفات راح تلاقون إن أكثر من 50% من الصفات هي عامة، وأشياء غلط أغلب الناس يسوون. فهو رقيق وحالم ولكنه واقعي، هو عملي ولكنه يؤجل الأمور ويؤجل أعماله. ما هالكلام ينطبق على أي حد في الدنيا. وده اسمه برونوم فورر إفكت، وده معناه وضع وصف فضفاض يشمل أكبر عدد من الناس. ودلوقتي ما شاء الله العرافين ودجالين التوقعات اتطوروا وبقوا يتوقعوا مستقبل دول وحروب ونزاعات سياسية وحتى ماتشات الكورة. المصيبة ان في ناس كمان بتصدق وفي منهم متعلمين. والحمد لله ان اخيرا من اسبوع كده طلع قرار محترم في مصر بخصوص ظهور المنجمين دول في وسائل الاعلام. رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر الكاتب أحمد المسلماني أصدر توجيه لجميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة بحظر استضافة العرافين والمنجمين دول، ودعا لاستطلاع مستقبل المنطقة والعالم بالتفكير العلمي والاستعانة بالعلماء والمثقفين. وقال إن لازم نبتعد عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين دول. يعني من الآخر كفاية استخفاف بعقول الناس بقى ونشر الجهل والخرافات. نتمنى يتنفذ القرار ده في كل القنوات وما نشوفش الناس دي تاني على التلفزيون. والأخ عمرو أديب اللي كل شوية يجيب الأخت بسنت يوسف
ويسألها عن ورق التارو. كفاية جهل واستخفاف بعقول الناس بقى، اتقوا الله، بتكفروا الناس وهم مش حاسين للأسف. كذب المنجمون ولو صدفوا. ودي واحدة كانت من أشهر المنجمين في قراءة ورق التارو، وكانت هي اللي بتعملهم وبتسميها كروت الملائكة. شوف دلوقتي بتتبرأ منها وبتقول إيه. I used to be a tarot reader, and if you follow it, it'll ruin your life. They point you to yourself and they will lead you down a road of destruction. These angel cards have nothing to do with God's angels, and they cannot give you wisdom. They cannot give you guidance. They cannot give you answers. All they can do is point you away from the one who can give you wisdom, guidance, and answers. But look at what I had in my hand. I had divination cards, those angel cards that I used to make, that I threw away all of them, and I've do not sell them, please. They are demon cards. They're not. وده رد لخبيرة أبراج كويتية كانت متخصصة في التنجيم والطاقة. شوفوا كلامها كده. أنا راح أتكلم بالشيء اللي هو من تخصصي، علاج بالطاقة، وأيضا I was an astrologer. الأبراج الشمسية اللي هي الحمل، الميزان، الدلو، العقرب، اللي انتم تعرفونهم على الشهر والشارت الفلكي، هذه مبنية على معتقدات إغريقية أي قدماء اليونانيين بحسب آلهتهم الوثنية. يعني الأبراج مبنية على معتقدات وثنية، واليونانيين كانوا عاملين لكل برج إله، وكل إله ليه مجموعة من الناس بيعبدوه. والمنجمين بيعتقدوا إن مستقبل الشخص بيعتمد على العلاقة بين تاريخ ميلاد الشخص وحركة النجوم والكواكب. فهل فعلا في علاقة؟ شوف رد الخبيرة الكويتية هتقول لك إيه. الأبراج كفكرة احنا ما عندنا تفسير حقيقي لها. يعني لما احنا نقول مثلا اوكي في برج بالسماء، انا لما انولدت هو كان في مدار معين، شنو علاقة هالشيء فيني انا اليوم في هذا المكان وفي هذا الزمان؟ الواحد فعلا كان دايما يسمع عن 12 برج وكلهم عن حيوانات، يعني برج الأسد، الثور. ما كناش نعرف أبدا إيه الأصل في ده. أتاري دول كلهم كانوا آلهة أصلا عندهم. المدربة الكويتية دي بقى كانت خبيرة للطاقة والأبراج، واكتشفت اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي ده. الطاقة علشان تدخل بيوتنا سنة 2019 أو سنة 2000 أو من التسعينات تقريبا بلشوا هذه الدورات في الكويت ودول الخليج. كان لازم ما يقولون إن هي معتقد بوذي ولا أن لها علاقة بالديانات الشرقية، لكن إن هم قالوا إن هي علم. الطاقة هي ممارسة وطقس بوذي وثني، سحر صريح. أما كلامها عن الطاقة والأبراج هيصدمكم. فكر مش علاقة الأبراج بالسحر؟ ما إذا الطاقة أساسا هو التفسير للأبراج، والطاقة هي عبادة وثنية وهي أساس من أساسيات السحر. المهم إن هم يعرفون كل شعب أو كل نوع من البشر معين شنو يؤمنون فيه، وشون من أي باب يدخلون عليهم بالطاقة هذه يخلونهم مقتنعين تماما إن هذا شيء عادي وشيء طبيعي وشيء زين. وهو باختصار هو عبادة وثنية. يلا بقولها بطريقة نايس عشان بس لا تنصدموا. هو عبادة وثنية ومعتقدات شيطانية، وهي يعني من الآخر كذي بعد أيضا هي سحر. وهسيب لكم فوق في الآي حلقة خبيرة الطاقة اللي للأسف قتلت بنتها بسبب العلاج الروحاني بالطاقة، عشان تعرفوا مدى خطورة الموضوع ده إيه. والدليل الأكبر على كذب المنجمين هم حياة التوأم. بيكونوا مولودين في نفس الوقت والمكان، وكل واحد شخصية مختلفة وطباع مختلفة، حتى مصير حياتهم بيكون مختلف. فلو التنجيم فعلا علم، إزاي اختلف قدر كل واحد فيهم؟ وعشان تعرفوا كمان إن التنجيم نصب واحتيال وملوش أي علاقة بالعلم، الإبادات الجماعية اللي بنشوفها في أي بلد، ناس ماتت في نفس اللحظة مع إن كل واحد منهم تاريخ ميلاد مختلف وبرج مختلف، لكن لقوا نفس المصير. طب إيه خطورة الهوس بالأبراج دي ومعرفة المستقبل من خلالها؟ شوف رأي الخبيرة الكويتية دي هتقولك إيه. التكنيك اللي هو العصف الذهني، تجيب موضوع ونقيضه، تجيب كلمة ونقيضها بسياق معين وبصوت معين وبطريقة معينة، تقوم تأثر على الشخص، تبرمجه بطريقة تشويش. مو بس تبرمج الشخص ونخلي الشخص هذا يتقمص هالشيء ونخليه مدمن على هذا النوع من المعلومات، ويصير أسير لهذه الشخصية، ويعتقد فعلا أن هذه الشخصية هي شخصيته وأنه ما يقدر يطلع منها، وأن هذه الحياة مرسومة له وما له اختيار آخر. طب هل الله سبحانه وتعالى وضع لنا علم الغيب في النجوم والكواكب؟ هقولك إن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
كسفت الشمس في اليوم اللي مات فيه ابنه إبراهيم. الناس قالوا وقتها كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فبالحديث ده أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الحوادث الأرضية بالأفلاك والكواكب، يعني ملهاش أي علاقة باللي بيحصل للإنسان. وآخر حاجة في نهاية حلقتنا هصدمك بيها، إن البرج اللي انت فاكره بتاعك ده أصلا ممكن ما يكونش بتاعك، لأن الأبراج ما بتكونش في نفس مكانها في السماء في كل موسم. يعني مثلا مش كل اللي اتولدوا في مارس برج الحوت، لأن علميا محور الأرض مش مستقيم بشكل رأسي، لكنه بيميل بزاوية مقدارها 23 درجة، والميل ده هو اللي بيحدد المواسم. يعني بالعربي كده الأبراج بتغير أماكنها. وأخيرا بقى، ليه المنجمين بيعتقدوا إن لحظة الولادة للإنسان هي النقطة الحاسمة لمستقبله؟ ليه مش فترة الحمل وهي 9 شهور كاملة؟ ولا النجوم والكواكب ملهاش تأثير على الجنين؟ التنجيم والطالع والتنبؤ بمعرفة المستقبل كل ده دجل وكفر وشرك بالله صريح، وأهم مدخل من مداخل الشيطان. ربنا يحفظكم جميعا. لو الفيديو غير رأيك في الأبراج واستفدت، أتمنى تنشره وتفيد غيرك، فالدال على الخير كفاعله. واستنوني في فيديو جديد إن شاء الله، ودمتم في أمان الله. مع السلامة.